أنت تصور موقف، يمر عليك موقف ويأتي شخص يشكك بهذا الموقف. الحوراء زينب سلام الله عليها بهذه المواقف العظيمة يأتي من يشكك بمواقفها. زينب ما نطحت جبينها بمقدم المحمل، يقول لك هذا الكلام. وهذه أول درجات الانحراف، حتى يصل منها أنه لماذا تضرب رأسك؟ لا تتطبر، ما يجوز، خلاص. فإذا وافقت بعد ذلك يقول لماذا اللطم؟ ليش تطلمون؟ اللطم حرام، ما يجوز. واحد من الشباب يقول لي شيخنا والله اللطم حرام، أنا أستحي من ذول جماعتنا كذا، أصدقائي من السنة وغيرهم يقولون ليش تلطمون؟ حرام، ما يجوز اللطم، واحد يأذي نفسه. قلت له كثير عظيم، يعني إذا أنت تركت اللطم راح يجون علي بن أبي طالب يعتنقوه يبوسوه؟ قال لا بس يعني. طيب أيهما أعظم، اللطم ولا الملاكمة والمصارعة؟ فكر. قلت له فكر بالملاكمة والمصارعة، خصوصا المصارعة الحرة، ياخذ كرسي حديد ويضرب راس صاحبه على الحديد يفجر الدم، والأقمار الصناعية تنقل والتصفيق والتهليل ولا أحد يشكل عليهم. شفت واحد من عندهم اجى ناقش هالموضوع هذا، يقول لهم يا جماعة عيب عليكم، خصوصا انتم في أمريكا، لا ما دام هم يصنعون هذا الصنيع جيد. شايفيهم لما يجون حلبة المصارعة قسم يخلون الذيول إلهم، شايفيهم ولا ما شايفيهم؟ ويخلون قرون ولا أحد ينقدهم. سمعت واحد انتقدهم يوم من الأيام في صحيفة، في مجلة، قال ذولا عيب عليكم فضحتونا مخلين قرون وذيول. أبدا، لا، هاي حضارة، هاي ثقافة عظيمة. لكن ينتظر واحد من هالشباب يمثل شبيه القاسم يقول له شنو هذا يا أخي، هذا انحطاط، عيب. اي نعم، لا تبكوا، البكاء تخلف. الحسين يريد عمل ما يريد بكاء. فروح احكي مع يعقوب سلام الله عليه، يقول له ليش بكيت على يوسف وعيونك عمت يا نور عيوني؟ ليش؟ روح اشتغل، اعمل. ومن قال لك أن البكاء ليس من العمل؟ من قال لك؟ ما هذا عمل. ولماذا بكت الزهراء على رسول الله صلوات الله وسلامه، ورسول الله على حمزة، والحسين يقول أنا قتيل العبرة؟ الأنبياء كلهم بكوا على الحسين، ما في واحد منهم ما بكى على الحسين.